السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن تليفون من شركة هونر، وهو هونر اكس 9 بي. التليفون ده اخوه صغير حقق مبيعات عالية وحقق نجاح كبير قوي، فده تليفون من الاصدار الجديد بتاعه، ولكن مع تغييرات طفيفة، وان شاء الله هنقولها سوا مع بعض. الجديد شديد وما بيتكسرش. من غير ما اطول عليكم، يلا نبدأ. ونيجي لأول حاجة يا صديقي مع بعض، وهو تصميم التليفون. التليفون هنا بيجي بفريم من البلاستيك، ولكن بيجي ظهره من الجلد. فالتليفون هنا بصراحة هيديلك شكل شيك وملمس بريميوم. وهنا وزن التليفون بيجي 185 جرام، يعني وزنه خفيف مش تقيل. فالتليفون بصراحة مسكته هتكون ماسكة بريميوم جدا، ودي مش الميزة الأولى اللي فيه، إن في مميزات كتير جاية معانا في الطريق. ونيجي هنا يا صديقي للشاشة. شاشة التليفون هنا بتيجي عملاقة بحجم 6.8 انش، ودي شاشة عملاقة جدا بصراحة، هتقدر تستخدمها لكل المهام اللي انت عايزها. والشاشة دي كيرف. هتقول لي كيرف دي بتتكسر بسرعة، دي مش عارف ايه، ما انت اصبر معايا هقولك على التركاية. الشاشة دي بتيجي بمعدل كثافة بكسلات 429 بكسل لكل بوصة، بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز. فانت هتاخد تجربة ممتازة من الشاشة دي بصراحة. وتعالى للسطوع بقى يا صديقي. سطوع الشاشة هنا بيجي 1200 شمعة، يعني انت هتاخد سطوع قوي تحت إضاءة الشمس بكل إريحية. الشاشة هنا يا صديقي غير قابلة للكسر. ده تقرير طالع من شركة هونر بتقولك إن التليفون ده شاشته ما بتتكسرش. حرفيا اليوتيوبرز الأجانب واليوتيوبرز العربيين الكبار جدا في مصر جربوا كل الوسائل إن التليفون ده يتكسر، ورموه من مسافة 6 متر. مفيش مفيش التليفون ده غير قابل للكسر حرفيا. يعني انا هوريلك برضك شوية حاجات تشوفها، وانت هتقول برضك بدماغك. يعني انت لو التليفون ده نازل موجه لناس معينة برضو، التليفون ده يعني انت لو شغلك حاتم عليك انك انت تليفونك على طول في خطر، بيقع منك، بتطلع اماكن عالية او بتتحرك كتير والتليفون ممكن يقع منك، فالتليفون ده هيكون ممتاز ليك. طب انت التليفون ده هتديه لعيالك، وعيالك مهملين جدا وبيكسروا التليفونات، صدقني هيقاسوا جدا مش هيعرفوا يكسروه. والتليفون هنا يا صديقي ما يجي معانا ب 12 جيجا رام مع ذاكرة 256 جيجا بايت. ونيجي يا صديقي هنا للمعالج. معالج التليفون هنا بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1 4 نانومتر، مع معالج رسوميات ادرينو 710. هتاخد هنا اداء كويس جدا بصراحة، وهي تجربتها كويسة جدا في الالعاب، ولكن المعالج ده موجه للفئة المتوسطة، يعني مش معالج فلاجشيب. تليفون مثلا بينافس السناب دراجون 865، ولكن ال 865 ممكن يكسبوا في حاجات كتير برضو. الكاميرا الأمامية هنا يا صديقي بتيجي معانا 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5، وهنا بصراحة هتاخد أداء مقبول في النهار، وكاميرا الليل مش هتبقى أحسن حاجة. والكاميرا هنا يا صديقي بتيجي ثلاثية. الكاميرا الأولى اللي هي الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وبتيجي الكاميرا التانية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الأخيرة معانا بتيجي 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتيجي مع فلاش أحادي وهو من نوع ليد. الكاميرا التانية بتيجي للوايت أنجل، والكاميرا التالتة بتيجي للماكرو، التصوير القريب جدا. والكاميرا الخلفية هنا بتصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانية وفول اتش دي 30 فريم. ونيجي لوسائل الحماية اللي موجودة في التليفون. الوسيلة الأولى هي بصمة موجودة تحت الشاشة وأداءها سريع جدا بصراحة، والوسيلة التانية بصمة الوش وأدائها مقبول جدا برضه. وهنا يا صديقي بطارية التليفون بتيجي عملاقة 5800 ملي أمبير، بتدعم الشحن السريع 35 واط. التليفون هنا بيدعم الشحن العكسي، ودي بصراحة حاجات كده من ريحة الفلاجشيب بصراحة. يعني هتاخد تجربة لذيذة بالموضوع ده، هيعجبك الموضوع. التليفون بيتوفر بثلاث ألوان، برتقاني وأسود وأخضر، وكلهم شكلهم ممتاز أوي بصراحة. وبكده يعتبر وصلنا لآخر الفيديو. هنقول مميزات وعيوب الهونر اكس 9 بي، ومن هنا انت هتحدد التليفون ده انت هتشتريه ولا لا. هنقول 4 عيوب في الهونر اكس 9 بي. العيب الاول ان التليفون ما بيدعمش 3.5 مللي، والعيب التاني ان التليفون ما ينفعش تحط فيه كارت ميموري، والعيب التالت ان التليفون ما بيدعمش سماعات ستيريو، التليفون بيجي بسماعة واحدة مونو. والعيب الاخير ان التليفون بيجي 35 واط سرعة الشحن، والمفروض ان هي كانت اعلى من كده بسبب ان سعر التليفون عالي شوية. نيجي يا صديقي للمميزات. الميزة الأولى معانا إن التليفون بشكل رسمي بيدعم خدمات جوجل، ودي حاجة مش ميزة، ولكن احنا بنقولها عشان نطمن الناس، عشان في ناس فاكرة إن هونر يعتبر لسه مع هواوي، ولكن الشركتين انفصلوا خلاص.
الميزة التانية، التليفون بيديلك بطارية عملاقة بتقعد معاك أكتر من يوم ونص، ولكن لو انت ما بتلعبش عليها، يعني يوم ونص انت سايب التليفون في وضع السكون. الميزة التالتة، المعالج التليفون اللي هو سناب دراجون 6 جين 1. التليفون ده بيديلك معالج محترم، المعالج بتاعه أحسن من الجيل اللي قبله اللي هو السناب دراجون 695. في فرق كبير جدا ما بينهم. الميزة الأساسية بتاعت التليفون ده وهي الشاشة بتديلك سطوع عالي، بتديلك ألوان نقية، شاشة أموليد، وهي أهم حاجة شاشة غير قابلة للكسر. ودي حاجة كويسة جدا بصراحة، أرشحها للناس اللي مش مهملة ولكن بيبقى شغلها حاتم عليها إن التليفون ممكن يتكسر في أي وقت. كده وصلنا لاخر الفيديو. لو انت كملت معايا لغاية دلوقتي شكرا ليك يا صديقي انك انت كملت الفيديو. ونيجي مع بعض لسعر التليفون. السعر التليفون في مصر لسه ما تحددش بشكل رسمي، ولكن التليفون في السعودية سعره وصل ل 1400 ريال، وان شاء الله ينزل بسعر كويس في مصر. بالظروف الاقتصادية اللي احنا فيها ما نعرفش بصراحة التليفون يعني هيعلى اكتر من تمنه بكتير ولا هيجي بسعر مظبوط. وبس كده يا صديقي، وصلنا لاخر الفيديو مع بعض. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قول لي ايه اكتر حاجة عجبتك في الموبايل في الكومنتات، وايه اكتر حاجة ما عجبتكش فيه. سلام.